وبعد انتظار كتير جبت لك فيلم هندي خطير، يلا بينا. الفيلم بيبدأ في المستقبل سنة 2070، وبنشوف البنت دي وهي بتكلم مامتها وبتقول لها انها جعانة جدا، وبيكونوا بقالهم 3 ايام ما كلوش اي حاجة. فمامتها بتوعدها انهم بكرة هتكون حياتهم احلى وهيكون عندهم اكل كتير. فالبنت بتسأل مامتها وبتقول لها هي بلدنا دي طول عمرها ظروفها صعبة كده؟ فبتقول لها لا، وبتعرفها ان الخير كان موجود وبزيادة، بس بعد الحرب العالمية الثالثة البلد بتاعتهم اتحولت لجحيم. بس بتطمن بنتها وبتقول لها ان هيجي في يوم بطل يرجع امجاد البلد من تاني وينتقم من كل الاشرار. في الوقت ده بيبقى في راجل عجوز اسمه لباسي بيقول ان الحرب دي تسببت في هلاك بيوت الناس الفقراء، واضطروا انهم يروحوا لاماكن تانية يعيشوا فيها، والاماكن دي كان ما ينفعش يعيش فيها حتى الحيوانات. وبيقول في نفس الوقت ده الاغنياء ما تاثروش بالحرب وعملوا مدينه وقفلوها على نفسهم، واستعبدوا الناس الغلابه وقسموا البلد نصين وعملوا جدار يفصلهم عن الناس الغلابه. في الوقت ده لباسي عمل حلبة مصارعه للناس الغلابه يرفهوا فيها عن نفسهم شويه وينسوا الظلم اللي عايشين فيه. لكن الاغنياء عرفوا بقصه الحلبة دي، فالملك بتاعهم بعت لهم واحد من رجالته اسمه جون ياخد المقاتلين الاقوياء اللي بيتفرجوا عليهم. في الوقت ده محدش بيكون قادر يمنعهم، لكنهم برضو ما بيفقدوش الامل وبيفضلوا مستنيين المحارب الشجاع اللي هيرجع لهم حقهم، واللي بيكون اسمه جانا باس. وبنروح للوقت الحالي وبنشوف الشاب ده واللي بيكون اسمه جودو، وبيبقى عايش مع الاغنياء. ومره واحده بيتصل بيه واحد اسمه كازاد وبيكلمه وبيطلب منه يحضر مباراه النهارده ويشوف اللاعب اللي جابه عشان يراهنوا عليه. فبيلبس هدومه وبيركب عربيته وبيروح له، وجودو بيبقى هو المسؤول ان يجيب لعيبه محترفين لجون عشان يراهن عليهم ويكسب فلوس كتير. وجودو بيروح له، بتبقى المباراه عند الناس الغلابه، وبيقول لجودو اللاعب ابو شعر ده شكله محترف، بس جودو بيقول له لا، وبيعرفه انه على قده في اللعب، وبيقول له كمان ان الخصم اللي قدامه سايبه يضربه عشان يعرف نقاط ضعفه. وفعلا بيكون الخصم خلاص عارف نقاط ضعفه، واللي هي انه لما بيلعب مش بيبقى مأمن جنابه، فخصمه على طول بيستغل كده وبيخبطه في جنبه وبيخبطه في دقنه بيدوخه، وبعدها بيديله القاضيه وبيخلص عليه. فالواد ابو شعر بيخسر وجودو بيطلع تحليله الرياضي مظبوط، وجون بيكون فرحان بيه جدا. وبعدها بياخدوا اللاعب اللي كسب على مدينه الاغنياء وبيخلوه يلعب لحسابهم، وفعلا بيكون قدراته جباره وكل الناس بتراهن عليه. لكن جودو بيبقى عنده استراتيجيه بيكسب منها فلوس، واللي هو يجيب لاعب قوي جدا ويخليه يضرب الخصم اللي قدامه، فعلى طول كل الناس هتراهن عليه. بس بعد ما بيكون دمر خصمه تماما، جون بيخليه يخسر نفسه وبيراهن على اللاعب اللي كان بيتضرب، وبكده بيكسب كل المراهنات اللي بيدخلها. وفعلا جودو بيروح للاعب بتاعهم وبيقول له اخسر، فاللاعب بيخسر نفسه، وجون بيكسب الرهان وبيدفع له فلوس كتير. واللي بنعرفه ان جون ما بياخدش الفلوس كلها لنفسه، وبياخد نسبة صغيرة منها، وبيدي باقي الفلوس كلها لرئيسه دانيالي، وبيوصلها له مع واحدة شغالة معاه اسمها شانيا. وبعدها جودو وكازات بيروحوا لجون وبيبقى معاه خطيبته والمساعد بتاعه، والمساعد بيقول لجودو خد خطيبة جون ونزلها على الحفلة اللي تحت شوية لحد ما نخلص شغل ونرجع لكم. وفعلا جودو بياخدها وبيوديها الحفلة، بس بتفضل تهزر معاه وهما الاتنين بيرقصوا مع بعض. في الوقت ده دانيالي رئيس جون بيقول له عايزك تجيب لعيبه كتير عشان نراهن اكتر ونكسب فلوس زياده. فجون بيقول له حاضر يا زعيم. بس مره واحده بتدخل عليهم شانيا وبتقول له خطيبتك وجودو بيرقصوا مع بعض، فبيتضايق، وجودو بيبقى خلص رقص ورايح لجون يرجع له خطيبته، بس البنت بتهزر معاه تاني وبتقول له انت كنت بترقص حلو قوي في الحفله. في الوقت ده جون بيشوفهم وبيتضايق اكتر وبيأمر رجالته يمسكوهم، وبيقول له جودو هندمك على خيانتك ليا. فجودو بيقول له انا عمري ما خنتك وهي اللي طلبت ترقص، بس ما بيسمعلهوش وبيخلي رجالته يدفنوهم بالحياه. وفعلا رجالته بيحفروا في الارض وبيدفنوهم، وبعدها كازات بيجي وبيلاقوهم دفنوا جودو، فبيزعل عليه جدا وبيقول كنت فاكرك اقوى من كده وان مفيش حد يقدر عليك، وكنت بتمنى انك تطلع جانا باص. وبيخلص كلامه وبيمشي، بس فجاه السما بتمطر وبيطلع جودو من تحت الارض وبيجري يخرج البنت اللي اتدفنت معاه، بس بتبقى ماتت. فبسرعه بيروح لكازات، بس اول ما بيشوفه بيتفاجئ انه لسه عايش وبيقول له معقول انت ما متش؟ فجودو بيقول له انا مش عارف حصلت ازاي، لكن فجأة لقيتني بطلع من الحفرة. في الوقت ده بيهجم عليه رجالة جون، بس جودو بكل سهولة بيكسر الكرسي على الراجل ده، والراجل ده بيضربه بطلقة، بس جودو بيبعد عنها بسرعة شديدة، فبتيجي في واحد من اللي معاهم وبتقتله. وجودو وكازات بيبقوا في قمة الانبهار من القوة اللي بقت عند جودو، وكازات بيفهم ان هو جانا باص وبيقول لجودو مكانك مش هنا. وجودو بيبقى مش فاهم حاجة وبيقول له مكاني فين؟ بيقول له مكانك وسط الناس الغلابة لانك جانا باص، وبيقول له امشي بسرعة قبل ما جون يمسكك،
واول ما توصل هناك دور على واحد اسمه شيفا، وجودو مبقاش فاهم اي حاجه بس بيسمع كلامه، وفعلا بيمشي وبيروح عند الناس الغلابه. واول ما بيوصل هناك بيسأل الراجل ده عن شيفا، بس الراجل بيتصدم اول ما بيسمع الاسم وبيقول له مفيش حد هنا بالاسم ده. فجودو بيسأله عن مطعم عشان جعان، فبيوصف له المطعم ده، فبيروح على طول المطعم. وبعد ما بيخلص اكل بيجيبوا له ورقه فيها الحساب، فجودو بيقطع ورقه الحساب وبيكون مش عايز يدفع. فمره واحده كلهم بيهجموا عليه عشان يضربوه، بس فجأة بتيجي بنت اسمها جاسي وبتديهم حسابهم وبتتأسف لهم، وبتاخد جودو وبتمشي وبتروح بيه عند شيفا. فشيفا بيقول له ايه اللي جابك هنا وعايز مننا ايه؟ فجودو بيحكي له انه هربان من جون اللي دفنه بالحياة وكان عايز يقتله. فاول ما شيفا سمع انه اتدفن بالحياة ولسه عايش اتأكد ان هو جانا باص. وبعدها جاسي بتقول لشيفا لازم نعرفه ان هو جانا باص عشان يرجع لنا حقنا، بس شيفا ما بيهتمش بكلامها. وتاني يوم جودو بيروح لجاسي وبيقول لها انت طول الوقت مكشرة ليه؟ وبيحاول يضحكها وبيبعت لها بوسه في الهوا وبيمشي، فبتضحك وبتبقى حبته. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين مع بعض وبيكونوا فرحانين جدا، بس فجأة بيهجم عليهم واحد اسمه آثار ومعاه رجالته، وبيخطفوا جاسي من جودو وبيمسكوه يضربوه، وما بيبقاش عارف يعمل معاهم اي حاجه. فبيروح لشيفا وبيقرر يتدرب ليل ونهار عشان يرجع جاسي. وفعلا واحد اسمه افريقي بيدربه، وشيفا بيحط له شوك على الارض وبيخليه يمشي عليه. ويوم عن يوم قوه جودو بتزيد وبيتعلم بسرعه، والكل بيبقى فرحان بجودو وبالمستوى اللي وصل له. وتاني يوم بيروح يلعب آثار وبتبدأ المباراة، وجودو بيقول له هندمك انك خطفت جاسي مني، وبيدخل عليه وهي ضربة والتانية بيوقع على الارض وما بيقومش تاني. وجاسي بتكون فرحانة بجودو وبتقول اخيرا ظهر جانا باص اللي هيحررنا ويرجع حقنا من الاغنياء. وجاسي بتقول لشيفا ده انسب وقت تعرفه ان هو جانا باص، وبيكون لسه هيقول له، ولكن فجأة جون بيظهر وجودو بيسلم عليه وبياخده ويمشي. فجاسي بتتصدم وبتجري وراه عشان تعرفه الحقيقة، بس ما بتلحقهمش وبيكونوا مشيوا. وبعدها بيروح لجون وبيدبر معاه خطة يخلص بيها على الناس الغلابة، وبيقول له هستغل حتة انهم بيحبوني وفاكريني البطل اللي هيخرجهم من الفقر والذل، وهلعب قدامهم مباراة، وهم اول ما يشوفوني بلعب هيراهنوا عليا بكل الذهب اللي معاهم، وانت هتراهن على الخصم اللي قدامي بكل فلوسك، ومرة واحدة اخسر نفسي وانت هتكسب كل فلوس الناس الغلابة، وبكده نبقى خدنا كل فلوسهم ودمرناهم كلهم. وفعلا المباراة بتبدأ والناس كلها بتراهن على جانا باص، وجانا باص بيدخل الحلبة والخصم بتاعه بيكون قوي جدا، وبتبدأ المباراة وجانا باص بيكون نازل ضرب فيه، وجون بيكون قلقان على فلوسه، بس الناس الغلابة بيكون طايرين من الفرحة بقوة جانا باص، وجون بيكون هيموت من الخوف عشان بيكون مراهن بكل ثروته على خصم جانا باص. وبيشاور لجانا باص وبيقول له خسر نفسك بقى وكفاية كده، لكن جانا باص بيكون عامل لجون فخ، ومرة واحدة بيهجم على الخصم بتاعه وبيخلص عليه وبيكسب المباراة، وبيصرخ بكل قوته وبيقول انا جانا باص، وبيقول انا جانا باص اللي اتقتلت امه وهو لسه طفل صغير واتحرم طول عمره من انه يشوف ابوه. وبيبقى عارف ان شيفا يبقى ابوه من صورة لقاها وهو عنده في البيت، وبيقول له جون انا عملت الخطة دي عشان اخسرك كل فلوسك وادمرك، ومن النهارده مش هدي لاي حد فرصة انه يهين الناس الغلابة تاني. وبيقول له جون انت بداية الانتقام ولسه هنتقم من كل الناس الاغنياء واحد ورا التاني. في الوقت ده بيظهر دانيالي رئيس جون، وبيطلع انه توأم جانا باص بس هو شرير، وبيقول له خليك بعيد عن طريقي عشان مش هتقدر عليا. بس جانا باص بيقول له محدش عارفك اكتر مني يا دانيالي. فدانيالي بيقول له عايز تجرب جرب بس افتكر اني نصحتك. فجانا باص بيقول له هنشوف. وكده خلص الفيلم. لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان نخش على الفيلم اللي وراه. سلام عليكم.